كان في شاب مصري لذيذ عبقرينه في روحه كده اسمه حبشي جرجس. الراجل الظريف ده اتكل على الله وسافر انجلترا سنة 1922 عشان يدرس اتصالات لاسلكية وهندسة لاسلكية. كانت حاجة بقى جديدة زي الاي تي كده بتاع اليومين دول. المهم راح رجع سنة 27 دارس بقى وشاب ومتحمس وعايز يعمل وبتاع. كانش فيه اياميها في مصر محطات اذاعه غير بتاعه اخواننا الانجليز، ودي بتتكلم بالانجليزي وما لهاش اي علاقه باي بتاع. وقعد الراجل يفكر طب انا يعني عايز اعمل محطه استفيد، يعني اعمل محطه اذاعه بالموضوع. نزل وكاله البلح وهو قاعد بيدعبس بقى، مفيش، هو معهوش فلوس كتير الحقيقه، قاعد دعبس في الاكويبمنت يدور يلاقي يمكن يلاقي حاجه ولا بتاع. المهم في وكاله اسمها وكاله الياس شقار في وكاله البلح، راجل تاجر بتاع خرده يعني، كان عنده حاجات كده يسيحها ويعمل بيها حلل واطباق. قال له امسك عندك يا ريس. ايه ده؟ بص كده لقاها مخلفات محطه لاسلكيه من بتوع الحرب العالميه الاولى. فقال له لا الحاجه دي تلزمني يا ريس. فالياس قال له ليه؟ افهم بقى. المهم من ده على ده ايه، فهمه الليله ماشيه ازاي. فقال له لا خد الحاجه وهديك فيها 600 جنيه وعندي شقه في شبرا، نعمل احنا موضوع الاذاعه الاهليه ده مع بعض. وابتدى حبشي جرجس يجرب بقى ويشتغل بايده لوحده. الراجل هيعمل ايه؟ محطه اذاعه محليه اهليه كده جوه منطقه شبرا وبتاع. فين على ما ابتدى بتاع ظاهر الفلوس زادت، اتخانق هو والراجل الياس، فركش الموضوع، راح نقل في حته تانيه مع شريك جديد اسمه اسماعيل وهبي، وده اخو الفنان يوسف وهبي، انه كان مؤمن بالموضوع وبتاع. والمهم فتحوا اول اذاعه محليه في مصر وكانت الاشتراك الشهري عشان تسمع بقى الاذاعه وبتاع، وتشتري انت راديو وليك اشتراك شهري زي السي ان ان والديزني والكلام ده، تدفع نص ريال في الشهر. وكان بقى اعلانات شغاله بقى اعلانات على طول وبتاع. فالموضوع كان كوميرشلي ناجح للغايه، والدنيا بقى مشيت زي الفل. وكان عندهم اوردرز، يعني انت راجل بقى عندك اشتراك وبتدفع وبتاع، فممكن تتكلم وبتدفع برضو فيها فلوس دي، بس تتكلم تطلب بقى انا هبعت اغنيه لماما، انا هبعت اغنيه لتيزا، الكلام الظريف ده. ومره واحده ست كبيره في السن راحت دفع لهم 50 جنيه وش كده، وده كان مبلغ خزعبلي في ذاك الوقت يعني. وقالت لهم شوفوا انا هتكلم وقت ما اتكلم، مره هتكلم اقول لك تشغل لي اغنيه محمد عبد الوهاب بتاعه الجو رايق، ومره اقول لك تشغل لي الاغنيه بتاعت صالح عبد الحي بتاعت في الجو غيم، وقت ما اقول لك تشغلهم ايا كان الوقت، وكل شهر هاجي اظرفك ال 50 جنيه. الراجل قال لك فل وماله فيهاش حاجه. فضل يشغل له اغاني شويه شويه في الشهرين ثلاثه كده. واسماعيل وهبي كان قاعد في محطه الاذاعه، لقى البوليس داخل عليه. يا عم خد تعالى انت ايه مين ايه اللي بتاع فين؟ طلعت الست دي تاجره مخدرات كبيره جدا، وكانت عامله السيم ده ايه، يقول لك في الجو غيم يعني ايه البد مكانك، الجو رايق يعني انزل بيع البضاعه وبتاع. والمهم الموضوع عدى والست اتقبض عليها، والاذاعه فضلت مكمله الحقيقه. ودي كانت اول اذاعه تشهد مثلا فكره المونولوجات، وكان اسماعيل ياسين الله يرحمه من اوائل الناس اللي عملت مونولوجات في اول اذاعه اهليه موجوده. وانور وجدي عمل اعلان صابون وخد فيه 20 قرش في موضوع الاذاعه الداخليه دي. وفضل الحال ماشي كده ظريف لطيف، الى مره برضو عمل حبشي عمل بتاعه، وقال لك في خبر ذاعه وقال انه في انفجار شديد في روكسي وعمل ازمه والمرور، فعمل مشكله امنيه شديده جدا. وطلع دي كانت دعايه لمحل بتاع مش عارف اسمه ايه، نصري، محل نصري عامل قنبله تخفيضات وبتاع. فابتدت الناس ايه تقلق، بس لقمه عيش حلوه. فابتدت بقى محطات تانية كتير قوي 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 تفتح، محطه معرفش فيولا، ومحطه فؤاد الاول، محطات كتير قوي اهليه كده ابتدت تفتح، لغايه ما سنه 1932 قررت الحكومه ادت حق امتياز لشركه اسمها ماركوني، شركه معروفه طبعا ايطاليانيه وبتاع، انها تاخد حق امتياز تعمل اول محطه اذاعه حكوميه بقى، اللي هو النظام اللي فضلنا عليه كتير بعد كده يعني. وخدوا الراجل الحبشي الجميل ده وعينوه موظف بقى في الاذاعه الحكوميه، بس هو اتخنق وقال لك لا ماليش فيه، اتكل على الله روح.